والفكره دي هتفرق معاك ايه؟ عشان انا بشتغل في الدعايه والاعلان، فانا في جيلي كلاينتس كتير في الشركه عندي والشباب بسمع يعني كلاينتس تختار تقول على حسب الفكره. يعني ايه على حسب الفكره؟ ممكن اعرف الكلاينت اللي بتقول على حسب الفكره؟ يعني نقول مثلا ان احنا هنعمل تصوير والتصوير ده ب 10 جنيه، يقول لك على حسب الفكره. يعني لو الفكره حلوه التصوير يبقى ب 10 جنيه، لو فكره وحشه هتعملها بس التصوير يبقى بجنيه، وانت مالك بالفكره اصلا؟ يعني انت وظيفتك انت كبزنس اونر بتختار ايجنسي بتاعت اعلانات ان انت تختار الايجنسي بس. يعني ايه على حسب الفكره؟ والنبي انا عايز افهم، يعني الفكره حلوه هتدفع كتير، لو الفكره وحشه هتدفع قليل ولا مش تدفع خالص؟ فمفيش حاجه اسمها على حسب الفكره. ولما تيجي انت كاونر تقعد مع الماركتنج تيم بتاعك يقول لك يا ريس احنا عايزين كذا كذا من الماركتنج بادجت بتاعتنا اللي لينا حقنا اللي احنا بنشتغل بيه عشان نعمل الاكتيفيتي دي، تقول لهم على حسب الفكره. يعني ايه برضو النبي على حسب الفكره؟ وانت ايه علاقتك بالفكره؟ مش احنا لسه قايلين ان المدير التنفيذي ده او السي او بتاع الشركه هو هدفه يجيب بيزنس او يطور؟ ايه علاقته بالافكار بقى بتاعت الاعلانات؟ والفكره دي هتفرق معاك ايه؟ وانت ازاي هتحكم على الفكره دي ان هي حلوه او وحشه؟ ده بس معلش حلقه اعتراضيه، انا اسف. سلام عليكم. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس هنا، هتلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.